اهلا بيكم. عايز اقول ان انتوا وحشتوني جدا وانا بقالي فتره غايب عنكم، بس بوعدكم ان شاء الله بمجموعه فيديوهات مفيده جدا الفتره اللي جايه. الفيديو ده قد يكون فيديو عادي بالنسبه للناس، ولكنه فيديو مهم جدا لاي حد عنده انستجرام اكونت او عنده فيسبوك اكونت او عنده اي اكونت على السوشيال ميديا. هو الفيديو طويل شويه لان هو هي يعني بعد الفيديو اللي انا هتكلم فيه ده هتلاقوا فيديو للاعلاميه الكبيره داليا ايمن، وهي بتشرح التجربه بتاعتها واللي حصل لها من ان الاكونت بتاعها اتسرق واتقفل الانستجرام والفيسبوك. قدرت الحمد لله بالتعاون مع صديقي واخويا اوس بقالنا 3 ايام بالظبط بنحاول ان احنا نرجع الاكونت، والحمد لله قدرنا نرجعه. والحمد لله قدرنا ان احنا نرجع الاكسس لداليا. الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي ده داليا وهي بتقول التجربه، بتحكي التجربه بتاعتها وازاي كانت حزينه جدا قبل ما الاكونت يرجع، وطبعا فرحتها بعد ما الاكونت رجع. اللي انا عايز اقوله بس من الفيديو ده بعد ما تشوفوه ان شاء الله، بعد الفيديو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده، لازم تخلوا بالكم الفتره دي بالذات، فتره اخر شهر 12 واول شهر 1، لان الفتره دي بيكون فيها اجازات كتير جدا لمعظم الناس اللي شغالين في التيمز بتاعه البلاتفورمز، اذا كان فيسبوك او يوتيوب او تويتر او لينكد ان. معظم البلاتفورمز كلهم بياخدوا اجازه في الوقت ده من تقريبا من 23 او من 24 12 لحد 7 يناير. في الفتره دي بيبقى فيها السبورت شويه قليل، وهنا بيبقى هاكرز بيقدروا ان هم يوقعوا ضحايا كتير جدا، لان بيبقى التواصل صعب شويه مع السبورت تيم. امنوا حساباتكم، اربطوا حساباتكم بايميلات محدش يعرفها، اربطوا حساباتكم بارقام تليفون تانية غير ارقام التليفون اللي الناس عارفاها. حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تغيروا الباسورد على طول كل شهر مره. حاولوا على طول ان انتوا تحطوا باسورد قويه، ما تحطوش باسورد ضعيفه. شويه نصايح حابب ان انا اقدمها لكم. طبعا كل ده حصل تحت رعايه شركه اي ميديا طبعا، وشركه اي ميديا برودكشن طبعا، الشركه اللي انا شغال فيها وبنتمي اليها. الحمد لله قدرنا في وقت قليل جدا حوالي يومين ان احنا نرجع الاكونت بتاع الفيسبوك وبتاع الانستجرام. شكرا يا داليا جدا على يعني الستوريز اللي انت عملتيها على الانستجرام، وبجد بجد بشكرك جدا على ان انت قدرتي التعب اللي احنا تعبناه ده. وان شاء الله ان شاء الله ما توقعيش في الموضوع ده تاني، ويا رب يسلم الناس كلها، والناس كلها الاكونتس بتاعتها تفضل ان شاء الله سكيورد وتفضل مؤمنه ومحدش يقدر ان هو يخترقها. بشكركم طبعا وبشكر متابعتكم. هسيبكم بس مع الفيديو بتاع داليا وهي بتشرح التجربه بتاعتها وازاي قدرت ان هي يعني توصل لنا في شركه اي ميديا، وقدرنا ان احنا نحل لها المشكله بتاعتها. والله العظيم انا فرحتي انا مش هعبر، والله ما عارفه اعبر، مش عارفه اقول ايه ولا عارفه احكي في ايه ولا عارفه اعيد ايه، عشان بس الفرحه واخداني زياده عن اللزوم. يا جماعه انا الاكونت بتاعي بقاله اسبوعين مسروق، اسبوعين بجد دايخه ولفه، وناس كتير قوي حاولت تساعدني، وناس كتير قوي تطمني، وناس تقولي ما تقلقيش هيرجع، بس الموضوع كان صعب جدا. انا عامله الستوري عشان اشكر بجد كل حد قال لي يعني كل حد قال لي ما تخافيش، كل حد ما تقلقي، وناس كتير قوي وقفت معايا. بس بجد يعني لما الاكونت رجع وفرحتي باللي رجعلي الاكونت والله غير، يعني طول عمري هفضل ادعي للشخص ده بجد. هما شخصين تحديدا سرقوا، لن تتخيلوا يعني ايه تحسوا ان في حد دخل فتح باب الشقه خد حاجتكم وانتوا واقفين تتفرجوا وقفل الباب ومشي، حتى مفتاح الباب معاه. يعني والله يا رب يا رب ما يكتبها على حد. احساس بجد بالقهره والحزن، وانه طب ليه كده وعشان ايه. فانا يا جماعه حد دخل حاول يسرق الانستجرام والفيسبوك، بس هم نجحوا ان هم يسرقوا الفيسبوك، وعشان الاثنين مربوطين ببعض فالفيسبوك والانستجرام نزل عليهم حاجات مش كويسه فاتقفلوا خالص، اتعمل لهم ديسيبل. فانا ما بقيتش عارفه ارجعهم، حتى البيج بتاعت الفيسبوك اتسرقت، وستيل للاسف هي دي الحاجه الوحيده اللي ستيل لحد دلوقتي مسروقه. بس بجد الحمد لله والله انا راضيه، لان علاقتي بالانستجرام غير دايما، يعني انتوا كلكم كده عندي غير بجد. فانا بجد احساس سيء للغايه، يعني السوري بتقطع مني وانا الفرحه بجد مخلياني متلخبطه، بس انا ما ينفعش ما اطلعش اتكلم في اللحظه دي، لان بجد يعني في ناس تعبت وعملت مجهود وتستاهل ان انا اطلع يعني ابين لها حتى فرحتي بالمجهود اللي حصل ده. حقيقي بجد استاذ محمد ياسين عمري كله هفضل اقول كتر خيرك وثانك يو، عشان اولا سمعتني وساعدتني وخليت حد يتواصل معايا،
على طول على طول على طول. الشكر التاني بقى للي يعني استحمل زني واستحمل قرفي واسئلتي وبهدلته، بجد بهدلته، وحقيقي كنت بزن قوي. يعني انا عارفه يعني ايه الزن حاجه وحشه، بس انا زنيت عليه كتير قوي. ده جريت ماندو يا جماعه، ماندو بجد شكرا 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 وكتر خيرك، استحملت. قلت هستنى بقى يعني بكره مثلا وانا في الهواء، بس لا مش قادره والله. بكره نعمل ستوري تانية واحنا فرحانين عادي، ايه المشكله؟ لان انا قعدت اسبوعين حزينه، اقعد اسبوعين فرحانه. يعني كل يوم نفرح ان الاكونت رجع، كل يوم كل يوم رقص وزمامير وايه. والله يا مندو والله بجد يكفي ان دايما كل ما اجي ابص في الانستجرام هقول شكرا وادعي لك دايما بالخير. وحقيقي ما اتمناش في الدنيا حد يتعرض للموقف ده، لانه احساس وحش قوي انك تتعب في حاجه وتكبرها من سنين السنين. انا الاكونت ده معايا من 2015 بكبر فيه وبحاول وبتعب وبعافر، حتى لو بالنسبه للناس هو صغير او ولا حاجه، بالنسبه لي انا كل حاجه، حقيقي كل حاجه. كل حد منكم بعت لي مسج سالني على حاجه، حصل بيني وبينكم صداقه بجد. اول ما الاكونت اتسرق كلمت باشمهندس احمد طارق حقيقه على طول، قال لي تعالي، ورحت قعدت معاه وحاول معايا وطلعت عينه وزهقته اسئله بجد شكرا شكرا انك استحملتني، شكرا ان انت حاولت تساعدني، شكرا والله. اي حد حاول يساعدني انا بالنسبه لي دي فوق 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 راسي، فشكرا باشمهندس احمد. بعد كده رحت علاء صاحبي يعني من سنين السنين، فاول ما عرف ان الاكونت اتسرق قال لي ما تقلقيش وانا هساعدك وهرجعهولك، وعمل ريكويست وبرده طلعت عينه زن 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 مش ممكن. جه بعد كده على طول لما كلمت استاذ محمد ياسين وساعدني وخلاني اتواصل مع مندو البطل الهمام بالنسبه لي بجد. مندو يعني جه انتشلني بجد. هو كان بيكلمني اول امبارح وقعد يسالني شويه اسئله وقال لي ان شاء الله خير وما تقلقيش، مع ان احنا كنا على تواصل قبلها بفتره، بس كانت مكالمه اول امبارح دي هي يعني اللي فيها كل حاجه، التيتا اللي خلصت الامور. كلمني اول امبارح بالليل الساعه 10 او 11، قال لي الاكونتات رجعت، بس كان في مشكله ان انا اقدر ادخل على الانستجرام. هي دي المشكله اللي كانت بتواجهني لحد ما دخلت دلوقتي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. والله يا مندو انا ما عارفه اقول ايه. فرحتي مش سايحه، انا منهاره من الفرحه، قلبي بيرقص كده بجد. مش عارفه اقول ايه من فرحتي. الواحد بجد يعني بعد ما كان زعلان وحزين وحاسس انه مفيش امل، وبابايا ومامتي يعني بجد كان مود سيء جدا، وانا حقيقي كنت حاسه باحساس عمري ما هعرف اوصفه. فانه دلوقتي ابقى فرحانه كده، فده اكيد كل حد بجد قال لي ما تخافيش وما تقلقيش وساعدني وحاول وراح وجي وكلم فمندو اهو، شايف القلب اهو، القلب اهو. والله بجد مش عارفه اكنترول فرحتي، والله بجد حاسه ان انا هنام احضن الانستجرام كده في حضني، والبروفايل بتاعي ما كانش بيفتح، مفيش يعني زي ما بقول لكم. هي البيج دلوقتي مش تبعي طبعا، خلاص للاسف سرقوها، ما اعرفش ممكن ترجع ولا لا. ان شاء الله يا رب، يعني يا رب. انا دايما عندي امل وتفاؤل انه ان شاء الله هترجع باذن الله، لاني برضو تعبت فيها. البيج دي انا واخداها تقريبا من وهي كانت 2003. انا بشكركم جدا على متابعتكم، وعلى طول بقرا الكومنتات بتاعتكم، وعلى طول متابع كل تعليقاتكم، ولو محتاجين اي حاجه نتكلم فيها ليها علاقه بالسوشيال ميديا يا ريت تقولوا لي. معلش هو الفيديو طويل شويه، بس كان لازم اعمله عشان ابين لكم مدى سعادتي وفرحي ان حد الحمد لله قدر ان هو يرجع الاكونت بتاعه ويفرح، وان هو رجع بالاكونت بتاعه. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.